تطواني إذن يتمكن من تسجيل هدف السبق على حساب الكاك. إذن الهدف الذي طال انتظاره بالنسبة لجماهير المغرب التطواني، يأتي الهدف من طرف سلمان ودرحاج، وبذلك يهدي فريقه هدف السبق حدود الدقيقة 60. إذن هدف دون مقابل سلمان ودرحاج هدف مباغت بالنسبة لفريق المغرب التطواني. ونتابعوا اللقطة من جديد، يعني كيراوغ بشكل جيد، والتسديدة اللي كتباغت الحارس أمين بالمهل ما خلاش الفرصة لا للدفاع ولا للحارس، وبذلك كيعطي هدف السبق بالنسبة لفريق المغرب التطواني. الآن مباراة أخرى، الآن غننتظروا مباراة أخرى بعد تسجيل هدف السبق بالنسبة لفريق المغرب التطواني من خلال الهدف اللي تم تسجيله من طرف سلمان أو ولد الحاج في حدود الدقيقة 60. إذا تغيرت المعطيات، ولكن أنه الآن الأخبار وصلت لجماهير الرجاء البيضاوي ولجماهير فريق الكوكب المراكشي وكذلك فريق الفتح الرباطي، باعتبار هي يعني الفرق الآن اللي كتنافس فريق المغرب التطواني على مستوى مقدمة الترتيب. إذن فريق المغرب التطواني متقدم بمدينة القنيطرة بهدف دون مقابل، وغننتظروا ردة فعل فريق النادي القنيطري بعد تسجيل هدف سلمان ودحاج. كرة في الخلف لفائدة فريق النادي القنيطري، ملعوبة كترجع مباشرة العناصر فريق المغرب التطواني اللي غتحرر يعني بعد تسجيل الهدف الأول. هدف مهم كما ذكرنا بأنه تسجيل الهدف هذا المقابلة، وفي هذا الوقت بالضبط يعني غيكون حافز معنوي بالنسبة لعناصر المغرب التطواني، وكذلك غيفرض على عناصر النادي القنيطري أنها تسعى جاهدة من أجل التعديل، وهو ما سيخلق وغيعطي ندية كبيرة للأطوار هذا المقابلة في الجولة الثانية. كرة وسط الميدان، عبد العظيم خضروف، تمرير الكرة الملحاوي يعيد الكرة للخلف، كرة مرفوعة في اتجاه فقط دفاع فريق النادي القنيطري.